السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست على السلم. بس طب لا يعني استنى، أنا وقفت سنة كده اللي هو كنت لسه أقول إيه الحلقات اللي بتسمعوا فيها حاجات شبهكم وشبهنا. لا يا ما نهار أبيض. انسى بقى البودكاست القديم بتاعك ده يعني ما ليه يا عم هيرجع تاني إن شاء انا الله. مش عارف وقفته ليه الصراحه، بس معاك الوقت ضيق الصراحه. ماشي. ونسمع حلقات ما فيش وقت بقى. أوكي. ف عباس النهارده بيقترح عليكم وعليا موضوع شائك مع اني بحبه. ف يعني توقعوا انه كلامي هيبقى كتير وهيبقى فيه تقريبا ما انا بقى يبدو ان فيه خلافات في الموضوع ده يا عباس. بقى انا الموضوع اللي انت بتحبها دي فعلا بتقعد تتكلم فيها كتير، واحس يا جدع ما انت محتاج حد يفرملك. بصوا حتى يعني تلاقوا التون بتاعه هادي كده وانا متحمس وتون صوتي اعلى، ما مع انه اصلا هو اللي مقترح الموضوع يعني. يا جدع هو موضوع لفئه معينه الصراحه من فئه الجيل بتاعنا. يعني احنا هنفترض ان انت في الجيل بتاعنا انت خلاص اتجوزت يعني هو نورمالي يعني طبيعي بني ادم عنده من 28 ل 30 32 سنه يعني خلاص بقى ولا ايه؟ متهيألي الصراحه يعني الناس بغض النظر عن الظروف الصعبه وصعب ان الواحد يكون نفسه والكلام ده كله، ممكن تبقى حلقه نتكلم فيها. بس الناس تتجوز لسه وربنا يعني بيعين صحيح. والموضوع مشاهد ومفيش صحيح. بني ادم على هذا الكوكب اتجوز وبيقول لك انا اتجوزت كونت نفسي بنفسي ولا إيه، غير لما يقول لك لا في عنايه الهيه دخلت ساعدتني انا حاجات انا ما كنتش عارف انها هتخلص ازاي وخلصت. عمرك ما قابلت واحد قال لك انا ما حدش ساعدني وانا كونت نفسي بنفسي ومش عارف ايه يعني الناس دي بتبقى بعاد شويه فمش يعني معتمدين قوي على نفسهم فربنا ماشي. ربنا يعينهم ويرجعهم ليه ان شاء الله على خير من غير اذيه جامده من غير ما يتعوروا جامد. عشان دايما الواحد ايه لما بينسى ينزله دش ساقع كده ايه ألم على قفاه يفوق يقول لك انا اسف يا رب وتوبت وانبت اليك يعني. طيب فاحنا معترفين حاليا انه اللي بيسمعنا دلوقتي البني ادم الطبيعي اللي في هذه المرحله من العمريه متجوز يعني وحلقه يعني ممكن طبعا نتكلم في تفصيله كتير موضوع الجواز عشان احنا قلنا هو الراجل قال بني ادم طبيعي وانا مش مختلف قوي على الكلام ده. يعني عشان لو في فئه هتطلع يقول لك يا جماعه ما صعب وانا نفسي بس مش عارف. يعني نتكلم على حلقه ان احنا محتاجين ايه ننزل سقف الطموحات الناس اللي عايزه تتجوز يعني. فخلاص احنا موضوع بنتكلم كبير. متجوزين يعني تمام. فالمرحله ما بعد الجواز بقى احنا مفترضين انتم متجوزين مبدئيا يعني. فما بعد الجواز فصديقي المتزوج اللي خدت القرار وتحملت مسؤوليه الزواج، هل بتتحمل مسؤوليه الاولاد؟ هل هتخلف؟ اوبا. هتخلف 10؟ هل هتحدد نسل؟ الأسئلة وجودية يا عم الحاج. اوكي. لماذا نحن هنا؟ انت اتجوزت خلاص الحمد لله. انا مبروك. مبروك عليك اتجوزت. الله يبارك. انت كده عرفت انت ليه هنا. وعرفت انه ضرورة واحتياج والجواز جميل ويعني انا مش عارف تلاحظ ده ولا لا، بس كل الرجاله متجوزين بيقعدوا يقولوا ايه للناس اللي مش متجوزين يقولوا ايه لا ما تتجوزش الجواز وحش. بس الرجاله متجوزين لما يتجوزوا مع بعض يقول لك ايه انا عايز اتجوز تاني. ايه بقى ايه الموضوع ده يا جماعه؟ انتوا احنا عايزين ناخد الجواز لنفسنا ولا ايه؟ ما ده السوشيال ميديا ايه يعني انت عارف تحسها فعلا مجموعه بوستات كده. لا عارف انت التريقه بتاعت ايه ده انت رايح تتجوز واهلا بيك معانا في الفريق ومش عارف نادي المغفلين والحركات دي اللي هو ده كله يعني وفي الاخر كله بيتجوز برضو يعني بس انا بقول الحمد لله ان انا الجواز حلو وان انا مبسوط يعني. انا بحب الصراحه اقول الافكار المختلفه لان انا بالذات في موضوع الجواز ده اللي هو لا انا يعني في اسرار كده عن الجواز انا احب اكشفها للناس والله كلها يعني. بس ما علينا الحلقه بتروح مننا أسفين. يعني الحلقه فعلا بتروح احنا اسفين بتروح في حته تانية يعني تروح التانية خالص. اوكي. طيب مبدئيا خلاص انت اتجوزت فانا رايي ان ان الخلفه ربنا رزقك باولاد ربنا رزقني الحمد لله. فانا رايي ان الخلفه ضروري. ما عنديش مشكله خالص ان انت تاجل شويه وتنبسطوا وبنصح بده الصراحه. وبعد كده يعني من الضروري ان لازم تجيب تحاول ربنا يرزقك باولاد عشان حاسس ان في موجه كده طالعه بتاع ان هو سياسه الطفل الواحد او اللا انجابيه اصلا اللي هو ليه اجيب طفل اعذبه. فحاسس كده ان احنا في دي لا دي حد اكلها لنا بالمعلقه دي يعني. الفكره دي مش فكره اصلا مش متاصله شرعا خالص يعني. هو انا ليه حاسس انها كلاسيكي زياده عنك؟ ليه يقعدوا شويه عشان يتبسطوا قبل ما يخلفوا؟ لانه انا بس معترض او مختلف مع كلمه تاجلوا شويه اتبسطوا شويه وبعدين خلفوا الكلام ده كله.
لا بس يعني الاطفال ضروري ولازم كل حاجه، بس في تكتيفه جامده بعدين. والاهم من ده انا حاسس اللي هو تغيير كبير قوي عليك ان انت تنتقل من كونك عازب لكونك متزوج، بعد كده فجأة من كونك متزوج لكون ان زوجتك حامل، عشان دي مرحلة جديدة خالص. بعد كده يجي بقى مرحلة النونو دي، فاللي هو فتحس ان زوجتك دخلت في 3 مراحل مختلفة ورا بعض وانت بقى معاها، فاللي هو ايوه يا حبيبي، ما هو انت متجوزش تخلف. متفق. بس صح؟ ما فاهم اللي هو ايه تستمتع بابنك وهو رضيع، واستمتع بيه وهو بيزحف، واستمتع بيه وهو فاهم. نفس الفكره إيه مش يعني. يعني ايه اللي هيمنع الاستمتاع لو انا اتجوزت خلفت؟ يعني مش فاهمك ليه فكره. يعني تستكفي، مش تستكفي، اسف عشان دي اللي بتوقع الموضوع يعني. تلحق تدوق بس مرحله ان انتوا الاتنين بس 3 شهور 6 شهور كتير. بص، هو عامه يعني انا يعني مش مع فكره يعني هذا التحديد، وكأن انت بتبقى شايف الموضوع برودكت قدامك بتعمل له بلان. يعني هتجوز يوم واحد، وبعدين هأجل 3-4 شهور، وبعدين ابدا اخد القرار يلا انا مستعد ومش عارف ايه. يعني متفق بحس معاك المواضيع ان احنا بنخطط، انت بتسعى للتخطيط، لكن ده مش معناه ان الخطه هتحصل. يعني انا لا، مش ما هو انا مش معلش، بقول لك اتخذ وسيله اللي انت مستحيل لا ما انت يبقى بتسيبها انت على الله. بتتكلم في احلام، لكن هو اللي هيحصل غير كده بإرادة ربنا عز وجل. لكن بتقول تخطيط، يعني انت اخدت وسائل تحقق خطتك ديت. بس يعني وسائل نسب نجاحها تتفاوت. لا، خلينا نكون واضحين وصراحة. انت دلوقتي قلت انه الحق استمتع شوية ومش لازم تستعجله. طبعا يعني ايه، كل واحد بيتكلم بوجهة نظره. لا، انا شايف بصراحة انه البني ادم يعني دي دايرة طبيعية جدا. يعني اعتقد دي الفطرة، ربنا يا رب يرزق الجميع. البني ادم بيتزوج عشان يعف نفسه، عشان يدعو ربنا يرزقه بذرية صالحة، فيخلف فيحسن إعالتهم وهكذا. فبالتالي وخلي بالك دي بالنسبة لي برضو يعني دي حاجات أنا اكتسبتها وتعلمتها، ويمكن زوجتي خليني أقول كده ساعدتني في هذه التغيرات. يعني يمكن أنا كان ممكن يكون ليا آراء مشابهة لهذه الآراء اللي أنت بتقولها في الاول خالص، لكن هي ساعدتني يعني انه على اللي انا بقوله دلوقتي، اللي هي فكرة انه تأجيل ونتعلم الاول بقى ازاي نربيهم ونتبسط الاول شوية ومش عارف ايه والكلام ده كله. بس هو يمين شمال ما اصل برضه الانتظار، حتى الاستعداد ده عمره، عارف انت، كنت اسالك اصل بتاع الاستعداد ده بتحس اللي هو عمره ما بيستعد، مزيف خالص يعني. ما هو عمره ما بيستعد. يعني احنا اتجوزنا ولا احنا كنا مستعدين للجواز؟ واول ما وعارف برضه فكره الترقيه برضه نفس الكلام، انت فجاه تلاقي نفسك نطيت لبوزيشن اول ما تخش حاسس انت مش مستعد له، وبتكبر في ساعتها. يعني عارف فكرة لو انت يعني مش الجواز هتعرف اذا وفي كنت الخلفة. بتعرف ولا لا الا لما تجرب. ما للاسف حاسس انه متحقق جدا يعني. طبعا معلش يعني يعني ما فيش حد بيفضل منتظر انه يتقدم لحبيبته لحد ما يجي يكون مثلا الثريش هولد بتاع الرقم بقى، ايا كان الرقم، اذا كان نص مليون ولا 300,000 دلوقتي، يعني الارقام المرعبه بتاعت دلوقتي دي. فحدش بيستنى معاه 50,000 بعد كده تقدم. انت بتقدم وتلاقي ربنا في النص رزقك بالنيه دي، خلصت يا جماعه ب 150,000 وانا حاطط منهم 20 فاهم والباقي ربنا رزقني بيهم يعني. طيب، فخلينا نقول انه موضوع يعني ايه اللي بيخلي الناس تفكر في موضوع التأجيل او تتخوف من موضوع الخلفة وهكذا. يعني هو بالتأكيد اللي متخوف من موضوع الخلفة ده اكيد كان عنده تخوفات ان هو يتجوز اصلا. ده وجهة نظري. بس ده خوف، بس ده خوف طبيعي يعني. ده خوف طبيعي، بس هو الخوف يعني اللي اتضاف علينا دلوقتي فكرة ان يعني فكرة الحياة المتمحورة حوالين نفسك دي، فاللي هو انا ليه اعيش لابني؟ انا عايش عشان انا اللي انبسط. ما هو فردانية بقى. أيوة. نرجع للحياة الفردانية. معلش يعني ما هو كله بيسمع في بعض. معلش بالظبط يعني هو حضرتك لو عايش عشان تتبسط معلش انا اسف يعني ما تتجوزش. يعني الانبسط ده لا، ما نختلف برضه. معلش الانبساط مش وحش. لا مش فاهمني، مش بقول ان هو ما تتجوزش عشان جواز مش بيبسطك. انا بتكلم مفهوم ان انت يعني عايز تتجوز عشان تنبسط بس من غير مسؤوليات. لا حضرتك ما تتجوزش. يعني في سبل حرام كتير حضرتك تقدر تتبسط بيها من غير ما تشيل مسؤوليات. يعني فكره ان احنا عايزين دايما نلاقي بدائل حلال صحيحه عشان حته لا، عارف انت في مثل مفيش حلاوه من غير نار، بغض النظر يعني على عمومه والكلام ده كله. بس هو منطقي يعني. حضرتك يعني نفسك تشوف ذريه، ففي قدامها مسؤوليه.
نفسك تتزوج وتعف نفسك، ففي قدامها مسؤوليه وهكذا. يعني هي الدنيا يعني احسب انه دي فطره ربنا عز وجل او سنه الله في كونه يعني. ف فخلاص يعني كده الجواز فبالتالي حتما ولا بد. اه اسف، الخلفه يا ربي حتما ولا بد. صحيح، ما لم يعني طالما ربنا عز وجل ما فيش اي مانع مرضي لا قدر الله او هكذا وربنا مقدر، ففكره هو خلينا نكون صراحه مع بعض، احنا متجوزين عشان نخلف. طب احنا خلينا نشيل اللي هو عارف اللي هو نشيلها اوت اوف ذا ليست كده، اللي هو ايه، العيال بيجوا برزقهم. بالتالي دي اي حد وكل الناس بتقولها. وصديقي المتزوج يعني انت ان كنت ناسي افكرك، يعني خليك فاكر كده وانت بتتجوز ان فعلا حقيقي الجواز جيب رزقه، وان حقيقي لما انت بقيت مسؤول عن البيت حصل عليك نوع من التوسعه من الرزق بطريقه ما، او كان عندك حاجه، او كان في مصاريف كانت عليك واتشالت، مش لازم يبقى معناها ان مرتبك يزيد او ترقيه او حاجه زي كده، او ان انت فجاه بقيت عارف تشيل البيت وانت مش عارف ازاي، بس انت عارف تشيله، فده توسعه من ربنا. يعني ربنا زود على الرزق، يعني الرزق زاد. ممكن مفاجاه يعني اختلف معاك في النقطه دي. ليه؟ هقول لك ليه. مش بختلف انه الاولاد بيجوا برزقهم او انه ربنا هيرزقك برزقهم. يعني الايه القرانيه واضحه، نحن نرزقكم واياهم، نحن نرزقهم واياكم، سواء يعني احنا بنرزق بسببهم او هم بيرزقوا بسبب. صح. ولكن خليني بس اوضح انه اي حد هيسمع منك الكلام ده، سواء موضوع ان انت جالك ترقيه او في مسؤوليات شالت من عليك اول ما خلفت او هكذا، في المقابل وده امر واقع جدا، ودي حتى انا بدات الاحظها بنفسي. فكره ايه؟ فكره انه ما في ناس قدي واصغر مني مش متجوزه ولا مخلفه ورزقها اوسع من رزقي، لو احنا بنتكلم ان الرزق هو المعيار المادي. عشان احنا بس خلينا الاول بنتخطى فكره انه الرزق بنفسك، انت مش بتقارن بغيرك، لان انا بتكلم ان دي مشاهدات. يعني مشاهدات، يعني مش بالضروره دايما اللي عنده ولدين 3 دخله اكبر من اللي عنده ولد واحد او اللي هو مش متجوز خالص. لا طبعا مش بالضروره، صح كده. فخلينا بس نسيت الموضوع ده. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه بس الولدين عايشين، ما هو اللي انا بتكلم فيه بس ان هو فكره ايه، هم الولاد بيجوا برزقهم. ما عنديش مشكله على فكره لو مثلا والدك اللي هو جد الولاد ربنا يبارك لك فيه، والدك والدتك او حماك داخل معاك بمصروف شهري بيديك عشان احفادك. خلينا نديفاين ده رزق. هو ده بقى اللي انا عايز اقوله. ما حدش يقول لك ايه لا ده انا مرتبي 5000 زي ما هو. لا حبيبي، ما هو بقى في معونات خارجيه بتيجي يعني وهي المعونات الخارجيه برضو ده يعني بالظبط لطائف من ربنا عز وجل. هي الفكره ان احنا يعني برضو عشان ما حدش يفهمنا غلط، احنا مش دعوه ليه انه ان انت ما تكفيش ولادك وان انت لازم يكون ابوك او حماك بيساعدك او الكلام ده كله. لكن اللي انا اقصد اقوله انه الولاد بيجوا برزقهم، وانه تاجيلك للولاد لحد ما ربنا يوسع عليك رزقك عمره ما هيحصل. عمره ما هيحصل انك توصل لمرحله ان انت انا خلاص كده بقبض 100,000 جنيه فانا مستعد اجيب عيل. هو مش بمزاجك يا حبيبي. يعني نقطه من اول سطر. يعني لازم بس نحط كده قواعد، وحضرتك انت عبد ورب بيقرر يعني امتى هيرزقك بولد وامتى لا. وجايز حضرتك شايف انه 100,000 جنيه دي مناسبه ان انا اخلف ولد، ربنا يقدر ان ربنا يرزقك بولد مصاريفه الطبيه اكتر من 100,000 جنيه. صحيح. فالموضوع يا جماعه يعني خلينا نتكلم في نقطه اولى، الموضوع مش معيار مادي. يعني فكره تاجيل الخلفه او خلفه 1 و2 بس وقتم على كده عشان المستوى المادي يكون مناسب. ويعني خلينا اختلف مع الدعوه بتاعت انه ولدين. عارف انت الاعلان اللي كان بيجي من الحكومه دي، ماشي احنا بنخبط، يعني الاعلان اللي كان بيجي على التلفزيون بتاع 1 و2 ابرك وعايشين مبسوطين، ابرك من 5 6 ومش لاقيين ياكلوا والكلام ده كله. ضايقني جدا يعني ضايقني جدا. ومش معناه على فكره ان انا مثلا احاول اخلف 7 ولا 5. يعني انا يمكن ادعي ان طاقتي النفسيه حاليا دلوقتي لا تتحمل ده، ولكن حاسس ان هو لا بيضرب في حاجه اساسيه في الشرع. فكره اللي هو لا يعني ربنا اللي رزقني بالاثنين وربنا رزقني ب7، ربنا هيتكفل بده طالما انا بجتهد على قد ما اقدر. يعني وعلى فكره كون ان انا نفترض كنت في مستوى اجتماعي معين ونزلت لمستوى اجتماعي تاني، ده مش معناه ان هم كلامهم صح برضه.
لا عادي، اختبار من ربنا ومكمل الحياه عادي. كنا يا جماعه عايشين في مستوى متوسط، بقينا عايشين في مستوى اقل شويه وعايش انا ولادي السبعه. كنا في حته معينه، نزلنا خدنا شقه في حته اقل شويه عشان اكفي ولادي السبعه. جزء من اختبار الدنيا، تقبل ده، صحيح. تتحمل عواقب امورك يعني. على ذكر بس الاعلان، افتكرت مره رحت لدكتور، دكتور اطفال يعني، زياره عشان موسى. ومهم موسى يعني مين يا موسى ابني. ماشي، شكرا. المهم يعني، فهو دكتور يعني ايه كبير، بس السن؟ كان عنده مشكله في مش كبير في سن ولا كبير مركزه كبير؟ الاثنين. اوكي تمام. بس انا عايز اتكلم انه ايه، يعني عايز اقول بس فكره انه للاسف هو مش توجه حكومي بس، يعني هو حتى الدكتور يعني اهني بالشياكه لما عرف مثلا سني وان انا عندي موسى وعيسى. فاللي هو والله العظيم اختي كانت قاعده ويعني وحصل موقف كده مش لطيف وضايقت جدا منه، يعني هو فكره اللي هو ايه، لو انت عيل انت عارف تربي واحد لما جايب لي اتنين، فاهم القصه كده بقى. لا لا وبعدين لا. يعني والله فارجوكم يا جماعه الناس اللي يعني ايه، يعني اصحاب هذه الافكار او وجهه النظر بتاعه كفايه واحد وكفايه اتنين، اما يشوفوا يعني 3 4 5 ومش هقول مش مبسوطين مش عايشين زيهم، يا عم ما تشغلش بالك، اللي هو راضي مش بكده. ولادك. بالظبط يعني تشغلش هو بالك هو بقى. طلبش منك ان انت تاكلهم، يعني ما تبقاش غريب يعني. طيب فمتهيألي احنا كده وصلنا لفكره ان خلاص انت اتجوزت، فالخلفه ضروري. ف فخلاص انت ربنا رزقك بواحد، فهل تسعى للتاني ولا لا؟ يعني اسال التاني ولا لا، ده سؤال. يعني لان انا واقع انا في يعني في الموقف ده دلوقتي، وانا كنت حاسس ان لا والله انا مش مستعد نفسيا للتاني خالص. وبعد كده يعني كان قعدت اتكلم طبعا مع ناس كتيره جدا يعني مختلف الاعمار وكلهم طبعا متجوزين ومخلفين. ملخص الاول ان اكتشفت ان انا كنت باخد على نفسي. انا كنت ادعي ان عندي فكره ان ربنا العيل الولد بيجي برزقه، وانا فعلا موضوع الرزق ده فعلا بتاع ربنا وانا مش شاغل بيه بالي خالص، بس انا بجتهد كل يوم على قد ما اقدر. انا كنت مصدقه وماشي بيه وباخد بيه، بس مش في كل النواحي. لان لما حسيت ايه، انا فكرت بشيء من انانيه، ان حسيت ان لا انا طفل واحد بس، انا كده زي الفل كفايه، انا هكتفي بيه ونعيش مبسوطين والدنيا تمام، وانا كده قادر اكفي وقادر اوفي، وانا مش مستعد لدوشه تاني في البيت. ممكن معلش بس ممكن يعني تعرف جمله هكتفي بيه؟ هكتفي بيه اللي هو خلاص انا هركز معاه، يعني ما يعني مش يعني فاهم. مش يعني لا انا اللي مش فاهمك، يعني ايه هكتفي بيه؟ يعني خلاص احنا كده يعني مش هنسعى للطفل التاني، والطفل التاني لو جه خير ورزق من ربنا وما عندناش اي اعتراض ومتقبلين ده جدا، بس احنا مش هنسعى له، مفيش سعي من طرف، فخلاص احنا مستكفين بطفل واحد. ومش عشان فلوس، انا زي ما قلت لك انا كنت واصلها من ناحيه احتمالي النفسي، وزي ما كان فيها شيء من الانانيه، ان حاسس ان انا ايه، لا انا كده كفايه، انا كده زي الفل، انا كده عظيم. وانا عارف ان هي هتبقى يعني الطفل اللي عايش لوحده هيبقى عنده شيء من الوحده وشيء من اللي هو مفتقد الاخ، ولما يكبر هيطلبه، وانا اقول له لا معلش وخلاص، وعندك اصحابك ووديه النادي وخلاص خلصنا يعني. معلش بس انا نقطتي ابعد من كده، او يعني مش في الحته دي خالص. يعني فكره اللي هو ماشي، اصل هكتفي بيه يعني يعني خلينا بس يعني لا قدر الله حصل اي طارئ او اي قدر شر، ايوه القدر فيه خير وشر للطفل ده وتوفاه الله. تضمن منين ان انت يعني خلاص يلا نجيب واحد تاني فهتجيب واحد تاني؟ ما اضمنش طبعا. عشان كده بس كنت بسأل على لفظ هكتفي. لا انا دي كان من ضمن السيناريوهات اللي جت في بالي. لا طبعا انا كنت هحاول، انا برضو انا بس يعني احنا برضو بنطلع بصوت عالي، هحاول وهسعى، ولو ما عرفتش خلاص قدر ربنا ان احنا نعيش 2 فقط يعني. لكن يعني كان ملخص اللي انا قفشت فيه نفسي ان خلاص انا راجل متزوج وعايش اعيش حياه العازب. ده كان حاجه جوه نفسي، بس انا ما كنتش بقولها، بس انا كنت بسعى لها وخلاص. لا عايز ابقى بحريتي يعني، والكلام ده يعني على قد ما طبيعي كل حاجه ليها مميزات وعيوب، بس خلاص الحريه دي من شيء من ضمن الحاجات اللي بتفقد انت بمجرد جوازك يعني، وبتفقد اكتر بالذات بعد الخلفه، بعد اول طفل يعني. بس برضو هو الموضوع مش على اطلاقه كده، بمعنى ايه برضو معلش،
في فرق ما بين ان انت بتحمل بمسؤوليات زياده، في فرق ما بين ان انت بقيتش حر. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو انت تقصد بقيت ان انت حر في وقتك، او ان انت كان عندك يعني كاباسيتي من الوقت كبير تقدر تعمل فيه حاجات شخصيه. احنا خلاص اتكلمنا في الامور الماديه، او لو ماشي ايا كان، انا بس بتكلم عن مفهوم الحريه. هو انا شايف انه انت ما زلت حر يعني. على فكره برضو ما هو اختيارك ان انت تفضل ابنك على نفسك، ده اختيارك. بمعنى ايه؟ بمعنى انه والله ده اختيارك ان انت هتجيب لابنك ملابس ب1000 لكن انت ب500، او اختيارك انه لا ده عيل صغير ايه يعني كده كده الحاجات هتبوظ بسرعه فهجيب له هو ب500 وانا اللي اجيب ب1000. ده اختيارك ماشي. ففي حريه هنا، ده اللي انا اقصد اقوله. صح. لكن فكره اللي هو انت ما بقتش حر، او ان انت عشان برضو دي فكره يعني برضو عامه. لو رجعنا خطوتين 3 اصلا من قبل الجواز، ما انا كنت عايش حر ملك زماني بعمل اللي انا عايزه ومش عارف ايه الكلام ده كله، بس ما علينا. لا هو انا يعني انا برضو كنت بص الحريه يعني بطريقه انانيه، بشيء يعني بظلم فيها زوجتي، يعني اللي هو انا عايز ابقى حر، انا عايز ابقى عازب 2-3 في الاسبوع ومتزوج 4 ايام في الاسبوع. حبيب قلبي. بالظبط. حبيب قلبي. انا النهارده الرول بتاعي اب، بكره انا الرول بتاعي بكره انا راجل عادي، مش اب خالص يعني. لا يعني ظلم شديد جدا يعني لابني او لبنتي ولزوجتي، فالصراحه كان تقصير شديد مني. بعد كده فكره اللي هو ايه، خلاص لما كنت مع الناس فقالوا اللي هو خلاص انت بقيت متزوج ورب اسره، فاللي هو جزء من كبير جدا من رسالتك وحياتك هي في اقامه البيت ده، ان البيت ده يفضل قائم. صحيح. فخلاص بقى يعني اللي انت بتحاول تعمله ده انت بتحاول تعمل ايه؟ فاللي هو ما عرفتش اجاوب، اللي هو انا بحاول ارجع لحياتي العزوبيه، اللي هو خلاص لا ده في طفل، لا من ضمن حقوق الطفل ده عليك ان انت تجيب له اخ يسنده او اخ يسنده. فاللي هو بتخيل انه خلاص احنا اتجوزت، كنا اتكلمنا اوريدي في النقطه دي، اتجوزت يبقى ضروري خلفت هات له اخ سند، اخ او اخت انت وحظك. من بعد 2 بقى حاسس ده ممكن يبقى اختيارك، اللي هو هتكمل بقى بس معلش ما هو في ال5 في الطريق 5 و7 ولا ال3 ونقف ولا ايه؟ معلش ثانيه يا حبيبي، فكرة برضو انه من حقه عليك انك تجيب له اخ، يعني برضو انا حاسس الجمله دي فيها حاجه غلط. ليه؟ مش عارف يعني، بس حته من حقه ان هو يبقى ليه اخ ديت، هو قدره، لو قدروا ان يبقى ليه اخوات هيبقى ليه اخوات يعني فاهم. ارجع تاني واقول انا منظور او مصطلحات فكره انه المصطلحات اللي بتوحي انه في حقوق واحنا اللي قادرين نوفيها او لا، دي عامله لي اشكال شويه. ده رقم 1. معلش بس انا ممكن اكون يعني متكلف انا متفق معاك منهجيه، بس اللي هو مش احنا اللي بنوفيها، بس انا بتكلم انا كل عايز اقول ان احنا بنسعى ان احنا نوفيها، ولكن انا عارف ان انا ولا انا هقدر اجيب له سنه. انا ما انا ابسط حاجه انا ممكن احاول اجيب له طفل وربنا يرزقني بطفل فيه مشكله، فالطفل ده يبقى عبء على اخوه، مش سنة، وممكن يبقى وممكن يعني لا قدر الله يكون بس انا بتكلم بس ان احنا بنسعى، وفي الاخر هي كلها بالله يعني انت ولله. يعني انت بتقول 2 زي الفل يعني، بعدين بقى نبدا نفكر بقى ونظبط الدنيا. انا حاسس كده اللي هو انت بتسعى بس اللي هو يكون فعلا يعني. بس انا المعيار الوحيد اللي عندي اصلا برضه بناء على مشاهداتي يعني انا صحه زوجتي، والله طالما صحتها يعني للامانه يعني يعني طالما جميل. وخليني برضو في موضوع الصحه برضو انا برضو مؤمن بحته تانية، يعني انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صحيح. على قياسات كتيره بقى، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها في الرزق المادي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها في الصحه والتحمل النفسي، ان انت تتحمل زن 2 و3 و4 في البيت. وسع هنا اللي هو الوسع الصحي بدني، يعني ان هي ربنا يكرمها وتقدر تخلف مرة و2 و3 وهكذا يعني. فبالتالي انا واحد من الناس لا انا متزوج بفضل الله، وعشان ربنا يرزقني بذرية لا يعني احس انه دي الفطره او ده الطبيعي، انه الواحد ربنا يكرمه. حاسس لو عارف لما
لما بتخش الموضوع كفايه كده، او ما نأجل شويه، او نأجل شويه بعدين نقرر، او نستنى نشوف احنا متفاهمين مع بعض ولا لا وبعدين نقرر. عارف بحسها كلها يعني حسابات كده مش بلاحة. يعني قد يكون الكلام بيقوله ده في شيء من حق يعني هقبل جدا الكلام لو الكلام على مقصوده، اللي هو فعلا اللي هو ايه، احنا هنخطط او احنا ناويين نعمل كذا. لا، هو احنا بنسعى ان احنا مثلا نفترض يعني بنسعى للتأجيل، بنسعى لكذا، ولكن ده مش معناه ان النتيجة تتحقق. صحيح. يعني في الاخر المفروض يكون في تسليم. ايوه. لان بعد الجواز والخلفه والجواز انت تحس كده اللي هو لا يا جماعه، ده انا مش متحكم، انا اولموست مش متحكم في اي حاجه اللي بيحصل حواليا. يعني هو انا ماشي مع التيار وبحاول كده ايه اطفو فوق الميه، وانا لو في حد اعرف انقذه، لو في حد اهتم بيه اهتم بيه. لكن هي فعلا سبحان الله يعني رعايه ربنا المحيطه بالبني ادمين كلها طول الوقت في كل المواقف بجميع اختلافاتهم، ده شيء معجز والله العظيم، سبحان الله يعني. طيب. فاحنا كده اتكلمنا في نقطة الرزق المادي، صح؟ لو انت بتأجل او لو انت بتقرر تحدد اولادك والخلفة بناء على القرار المادي. اتكلمنا في ايه تاني؟ وفكره ان انت ما فيش حاجه اسمها ان انا هاجل لما مستعد. احنا الاستعداد ده عمر ما الاستعداد هيجي. ما اصلا ما انت مش استعداد بقى مادي ولا استعداد بقى تربوي؟ فاهم؟ لا انا بتكلم لا، ما احنا خلاص مادي ده كفرد، بس انا بتكلم اللي هو التربوي ده، اللي هو مش عارف ايه الثريشولد اللي اوصل له احس ان انا كده تربويا كويس. هقرا كتاب، اقرا كتابين، احضر 5 دورات. خلينا اوضح بقى انه انت مش هتعرف الا لما تجرب. كنا قلنا ده ما اعرفش ولا لا، بس ممكن الناس تسعى قبلها، يعني فاهم؟ يعني يكون في اجتهادات كده الناس ايوه الناس تتعلم، تحاول تتعلم قبل او مع قبل ما تتجوز بقى، مع مش مثلا معلش يعني قبل ما تتجوز اصلا يعني نكره يا سلام يعني قبل يا ريت سلام قبل ما تتجوز. لان احنا برضو خلينا نوضح انه مش بالضروره يا جماعه دايما انه احنا هنربي ولادنا زي ما ابهاتنا ربونا. وطبعا يعني اعتقد انتوا سمعتوا ده كتير قبل كده. الاثر اللي بيقول تقريبا لا تربوا اولادكم كما ربكم اباءكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. مش متاكد يعني من النص الاثر، ولكن المقصود يعني يعني بس اكبر مثال واضح دلوقتي بالنسبه لنا اللي احنا بنتكلم فيه. يعني احنا مثلا جيل اللي احنا بنتكلم فيه جيل التسعينات، وابهاتنا ربونا على حاجات معينه، واحنا طلعنا ولادنا دلوقتي اصلا عايشين في كم من الاختيارات والابتلاءات مغاير تماما للي انت كنت عايش فيه. وما مش هينفع تطالب ابنك بتحمل اللي انت كنت بتتحمله ولا الانبساط باللي انت كنت بتنبسط بيه برضو. يعني فكرة اللي هو ما انا زمان على فكرة كنت ببسط عادي بمجرد شوية لعب كرة في الشارع وخلاص. فهو ليه مش بيتبسط بشوية لعب كرة في الشارع وخلاص؟ فاهم كده يعني. فدي بس النقطة، فكرة انه حتى الاستعداد التربوي انت يعني لو انت بهذه العقلية الرائعة فعلا، فكرة ان انا اتعلم وابني ده مشروع عمري، فكرة ان هو ربنا يجعله الولد الصالح اللي يدعو لك، او ربنا يجعله هو نفسه الولد ده هو الصدقة الجارية اللي انت بتسيبها لو هو ولد صالح وبيعمل اعمال طيبة وهكذا. او ان انت تعلمه يبقى هو العلم اللي انت بيه. يعني انا دايما بتخيل ده يعني اجتهاد شخصي اوت اوف نو وير، يعني انه الولد هو يعني انت لو في ولد صالح يقدر يتحقق فيه الثلاثه اللي هو اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به، او ولد او صدقه جاريه، او علم صالح أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي الفكرة كلها إيه؟ إنه يعني لو هو ولد صالح ربنا يا رب يرزقهم جميعا الصلاح فهيدعو لك، ولو هو ولد صالح بيعمل أعمال طيبة فيا رب دي يعني النبتة اللي أنا حطيتها فده صدقة جارية. يعني أنا مت وسبتها إن ده بني آدم بيعمل أعمال خير في وسط الناس، وإنه يا رب أنا علمته علم، او انا عارف انه علم ينتفع بيه. يعني الظاهر والواضح ان انت تكون انت عملت علم او كنت بتنفع الناس بعلم بينتفعوا بيه، لكن ما انا ممكن اكون علمت الولد ده علم ما
او طريقه ما بيها تحصل على علم بينفع بيه الناس او هكذا. فحاسس ان هو يعني كنا بنقول ايه اصلا، جايبين الموضوع ده ليه؟ على فكرة السعي وان انت تتعلم اه شيء من التربية. بالظبط. تحاول قبل ما تتخيل. بالظبط. فهو فحاول تتعلم ده بقى من اول ما تورد اصلا عليك فكره الزواج. فأنت مش لو انا خلفت بتجوز ولد هيحقق في الثلاث حاجات بالظبط. ينفعوك في اخرتك. بالظبط. كنت بس بقول ده عشان بس فكره الناس اللي بتتجوز بتقول لك استنى بقى ناخد 3 4 دورات و3 4 شهادات في التربيه قبل ما نخلف، عشان لما نخلف نبقى بنطبق اللي احنا بنقوله ده. طب انا خليني اقول ان في اوبشن لقيته لطيف جدا يعني. بحس يعني ان صوتي اعلى من صوتك بكتير. ماشي يا سيدي قرب. الولاد بيكبروا بسرعه. ترو ستوري. شيء لطيف لاحظته ان انا ممكن اتعلم التربيه اثناء ما ابني بيكبر، وحاسه ده ابروتش الطف بكتير للناس اللي لو حد كسلان او مفيش حاجه مشجعاه كفايه، او هو او انا خلاص ربنا رزقني فايتس نيفر تو ليت. يعني انا حاسس ان هو الولد شهر، انت يعني هتاخد الولد دلوقتي عنده شهر، هياخد منك مجهود قد ايه ان انت تذاكر مرحله عمريه من شهر ل3 شهور هو محتاج فيها ايه؟ اولموست اسبوعين مذاكره. لا هو والولد عمره شهر، لا بس هو انت ذاكرت لحد 3 شهور. نفس الكلام في كل الاعمار. هو بس خليني اوضح حاجه يعني بديهيه جدا برضو، انه هو حقيقي انت مش هتتعلم غير وانت في قلب التجربه العمليه. صحيح. هو مش احنا اصلا بندعو دلوقتي للتعليم القائم على التجربه والتعليم القائم على مشاريع وهكذا. هو حرفيا كونك بني ادم محترم عارف ربنا وعارف دينك، خلاص يعني ده اللي يؤهلك ان انت تتوكل على الله وتستعين بالله وتخلف. هخلف بطريقه بروجكت بيزد ليرنينج. نجيب المشروع ونتعلم. عشان كده بس عايز اقول حاجه، عشان كده دايما برضو يعني بسبب هذا التوجه يعني، او اللي احنا بنقوله دوت موضوع التجربه والكلام ده كله، بيطلع دايما الولد البكري الاولاني ده اكتر ولد معقد نفسيا. يا جدع ما تقولش كده. ده انا عندي امل من لا ده بيبقى اكتر ولد بقى. بص ده اكتر ولد انت مركز معاه وفاكر ان هو هيطلع فاهم، او انا بتكلم عن نفسي يعني شخص يعني اعمل ما تعملش، لا مش دي احنا اتفقنا على دي ومش عارف ايه. واكتر ولد بقى ايه انت مهتم بيه، ولا عدد ساعات معين للمشاهده، لا اكل صحي مش عارف ايه وبتاع. بعدين طاقتك بتخلص بقى مع التاني يعمل اللي يعمله. ما احنا تعبنا في الاولاني وفي الاخر ف نرمي قنبله بقى. ارمي. احنا اوريدي اتفقنا ان انت بتسعى للرزق وفي اخر ربنا بيرزق وبيتكفل والكلام ده كله. نفس الكلام. بس الناس بتنسى برضه. فاحنا بفكر نفسي وافكر نفسك. احنا بنسعى للتربيه وبنذاكر، بس ربنا اللي بيربي يا جماعه. مش احنا. مش احنا خالص، ولا ماما وبابا ولا جد وتيتا يعني. على ذكر الامثال يعني تواضعوا كده وسلموها لله. اسعى يعني ما توقفش سعي، بس فعلا الناس تسلمها لله، لان ربنا ولا بيرب يعني. مش بشطارتك حبيبي. لما يعني ابن من ابناء سيدنا نوح يعني ما شكرا. ربنا لم يهده يعني. ما تقوليش بقى ان سيدنا نوح ما كانش مركز معاه يعني. ما نحترم نفسنا كده. فربنا اللي بيربي، فاتقوا الله وعليك نفسك يعني. متهيألي حتى القصتين بتاعت سيدنا الخضر وسيدنا موسى في الكهف، يعني ان ربنا اكرم الاب والام لصلاحهما، سواء لما اخذ منهم الولد عشان ربنا يرزقهم بابن تاني افضل منه، او في قصه تانية اللي هو بعد ما هما ماتوا حفظ ولادهم لمجرد بس ان الاب والام كانوا صالحين يعني. صحيح. فعليكم بصلاح انفسكم واتقوا الله، وربنا اللي بيربي يا جماعه. وهدوا اللعب شويه. الناس اللي الايجو عندها عالي محتاجه تتواضع. والصراحه انا بكلم نفسي قبل اي حد، اللي هو ابقى مخطط ومنظم كل حاجه، ومعلش بس اصل ايه يعني ناخد بالاسباب فاخد بيها في كل حاجه. لا يعني خد بالاسباب كده، بس خليك فاكر ان ربنا يعني ما توقفش سعي، بس ربنا في الاخر هو اللي متحكم والمهيمن والمسيطر يعني. بالضبط. عندي بقى سؤال اخير، او مش عارف لو مش شرط يكون اخير يعني، بس انا عندي بقى يعني ايه، او عايز انوه لنقطه معينه، لموازنه معينه، او حاجه فيها عامله عليا اشكال يعني. فكره انه انه المال والبنون زينة الحياة الدنيا. تمام. نقطة. الباقيات الصالحات خير طبعا. تمام كده. وبعدين في آية أخرى إنه إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم
خلينا يعني بس نتأكد من نص الآية. ايوه اديني. بالظبط. إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم. تمام. ونقطة تانية حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه اللي هو تكاثروا أو تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تناكحوا تناسلوا وأباهي بكم الأمم يوم القيامة، دي الرواية الأصح. والآية القرآنية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والتكاثر هنا المقصود بها أنا عارف تكاثر الأولاد أو تكاثر الأرزاق المادية أو وهكذا. صحيح. فأنا بس كنت حابب يعني احط الضوء على نقطه هنا، انه برضو في الاول وفي الاخر الموضوع يا جماعه موازنه. انه ما هو خلي بالك زي ما انا كنت بقول لك انه لو ولد صالح يقدر يبقى الثلاثه اللي هي الاعمال اللي غير منقطعه، ما هو لو ولد برضو يعني سيء لا قدر الله فهو برضو يعني عملك. فهي فكره يعني سبحان الله الاستعانه بالله والتوكل وايه عارف يعني بحسها شعرة ما بين انه ابقى فاكر ان انا اللي بربي وان انا عملت كل حاجة عليا واكيد الواد ده كده احسن واحد في الدنيا وهكذا، وما بين ان انا بقول والله دي مقدرتي وان انا عملت كل وسعي في ان انا اعلمه العلم اللي ينتفع بيه وان انا ارعاه ويبقى بصحة جيدة وهكذا، ومسلم ان ربنا عز وجل هو المهيمن المسيطر يعني في موضوع الاولاد وتربيتهم ويرزقهم الصحبة الصالحة. والناحية التانية انه الموضوع ما يشغلش بالي لدرجة ان هو لا او يغفلني اصلا عن اخرتي انا الشخصية. لانه في الاخر وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالفكرة في إيه؟ إنه أنا هنا أنا كمصطفى ولا أنا بدعو الناس إنه هي كفاية واحد واكتفي بواحد عشان الخوف من الرزق وإن أنا مش عارف أربي وإنه يا ترى هوفيه حقوقه ولا لأ وإنت بأي حق اخترت له إنه يبقى مهندس وبأي حق اخترت له إنه هو يطلع في هذه البيئة مش في هذه البيئة والكلام الفاضي ده كله من وجهة نظري. ولا أنا من دعاة اللي هو يا باشا أهم حاجة نزرط أنا آسف في اللفظ يعني فاللي هو إيه يلا شغال ومش عارف إيه وإنت مش بتاخد بالأسباب ومش بتسعى على رعايتهم تربيتهم تعليمهم بآخر وسعك. صحيح. فنقطة فاصلة يا جماعة إنه الموضوع محتاج توازن شديد وسعي وأكيد توكل على الله وتسليم إن الموضوع مش بإيدك ولا بشطارتك في الأول وفي الآخر. يعني حابني على الكلام اللي انت قلته اللي هو يعني كل ما هو دون الله منقطع. فانت يعني لماذا نحن هنا وانت فكرت في واحد؟ ليه فكرت في واحد وهتلتزم بواحد ماشي ما عنديش مشكلة اربط ده بالاخرة. فكرت تخلف 2 اربط ده بالاخرة. فكرت فعلا تسيبها مفتوحة خالص اربط ده بالاخرة يعني وقدر الامكان يبقى ده حاضر في ذهنك معظم الوقت او طول الوقت لو عرفت يعني. صحيح. والفكره اللي انت طرحتها كانت جميله جدا، فكره اللي هو طب انا هوقف الناس لامتى لو انا هحاول عايز التزم بالحديث. وكان من ضمن الحاجات اللطيفه كان الشيخ انس السلطان كان بيتكلم على الحديث بتاع بسم الله الرحمن الرحيم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تناكحوا تناسلوا وأباهي بكم الأمم يوم القيامة، فقال مقصود بها أو تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. برضو ده حديث تاني أو رواية أخرى. كان بيقول إن من تفسير الحديث ده إن أنت لو خلفت 2 أنت كده لم تتكاثر، لأن أنت وزوجتك 2 خلفتوا 2، فأنت لما تموت أنت مت وسبت 2 فما تعملش حاجة. فيقول لك مفهوم التكاثر بيتحقق من أول 3 وأنت طالع. فدي كانت جديدة جدا عليا ومرعبة، لأن أنا بالنسبة لي حاسس رقم 3 ده كبير، بس يعني أنا تقصير مني، أنا محتاج أتوكل على ربنا أكتر من كده شوية.
والشيء اللي انت طرحته كان جميل جدا فعلا. فكره اللي هو طب انا هوقف امتى؟ انا عايز اتكاثر وعندي قدره وان شاء الله ربنا يرزق وعنده توكل والدنيا تمام، فانا هحاول اجيب 4 5. لا، ما انت هتحط في حسبانك صحه زوجتك. جوز تاني بقى. لا، ممكن قط يا منتج يا باولو منتج والله بجد يعني يا ابني يا حبيبي هتتسمع. ده خوفا على صحتها. هتتسمع. انا خوفا على زواجي مش هينفع اتكلم معاك والله باولو. ففعلا محتاج تاخد صحة زوجتك في حسبانك اثناء القرار ده. ولا بجد يعني ومن ضمن الحاجات اللي بقت مطروحة على الترابيزة دلوقتي فكرة التبني والكفالة. لا اهدى بس اهدى يا عم انت بس انا عايز اوضح لك نقطه معلش. انت تعرف انه فعلا واحده من مقاصد او من يا حبيبي نتائج التعدد موضوع التكاثر ده يا حبيبي عارف، بس ده مش موضوع اكبر مننا بكتير، مش هينفع ليه يا حبيبي؟ انت ايه الفوبيا يا جماعه؟ ده حلقه تانية يا باشا. بس هتبقى لوحدي في الوحده دي. بس نذاكر وننزلها برايفت. نذاكر التبعات ولا نذاكر هنقول ايه؟ مش عارف والله. يعني احنا انا بتخيل ان يعني ممكن اكيد زوجاتنا مش هيبقوا منتظمين ينسمعوا، يعني مش هينتظموا ان هم يسمعوا كل حلقات. بس اكيد الحاجات اللي في الاول دي هيبقوا مركزين معاها، فاحنا هننزل حلقه في النص مثلا في الموسم الرابع حاجه كده. ايه خلي بالك ده في احنا في اخر الحلقه خلاص، هم زمانهم زهقوا وقفلوا من بدري. والله جود بوينت. او هي اصلا قاعده بتسمع وهي مش مركزه. فاهم. هو مش مالتي تاسكرز فبيعملوا 5 حاجات في الحاجات نفس الوقت. بس ريكونسيدر ايها الرجل الثلاثيني النورمال الطبيعي المتزوج، ما تسمعش كلامه ايها الرجل. يعني ده حل من الحلول. وبيع ان انت خايف على صحتها. السلام عليك. يعني بيع ممكن تجيب يعني ملعوبه. كفايه كده. كفايه جدا. ماشي يعني يا رب نكون فكرناكم لماذا نحن هنا، وان شاء الله نشوفكم على خير الحلقه الجايه. لو عندكم مواضيع كالعاده تنسوش ابعتوا لنا على بريد البرنامج صاد به رقم. قلشت منك. اقفل. ماشي. شكرا يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام.